ده البيتش باجي سايبر تراك تقريبا. العربية اللي ممنوع تتسجل في ألمانيا هنا. احنا رايحين دلوقتي نجرب السايبر تراك، بس هنجربها تجربة غريبة ممنوع نجربها. أهلا بكم في ألمانيا. التسلا احنا ممنوع نركب. باختصار التسلا هنا لو هتاخد رخصه يعني وتمشي بيها فهي هتترخص نقل مش هتترخص ملاكي. المانيا من البلاد اللي الحوادث فيها قليله جدا بسبب الضوابط بتاعه السواقه والعربيات والترخيص والحاجات دي كلها، يعني ناس شديده قوي. ما شاء الله دي مش عربيه، فعليا 3/4 نقل. طب احنا هنعمل ريفيو على العربيه دي ازاي؟ طيب يعني ممنوع اللمس اصلا، هنعمل ريفيو عليها ازاي دي؟ احنا يابا هنحس بيها، مش هنلمسها، هنحس بيها. خلينا اشرح لكم بقى ليه ممنوع تتسجل. العربيه كلها ستانلس ستيل اصلا، فعشان كده العربيه دي ممنوع تترخص. تاني حاجه الديزاين بتاعها اصلا ما فيهوش اي عوامل امان من قدام، يعني دي 5 طن، يعني دي لو ضربت واحد من قدام مع السلامه كده. تاني حاجه العربيه دي لو ترخص النقل على المواصفات الاوروبيه. الشنطه بتاعتها ما شاء الله ما شاء الله، يعني غرفه نوم فعليا. يعني احنا للاسف ممنوع ندخل فيها عشان دون تاتش. احنا كنا فاكرين ان احنا هنيجي نقعد فيها. قدامهم سنتين والعربيه ترخص، وسعرها هيبدا بحوالي 70-80 الف يورو، والمفروض سعرها بالدولار يعني بيبدا برضو ايه ب50 الف دولار. طبعا لاعلى حاجه اللي هي ايه هتعدي ال100 اللي هي اللي اسمها بيست. ها بيست اللي هي الوحش يعني. ولكن بقى كعيوب وبقى قابلني لو لقيت مكان تركن فيه. ده هتبقى محتاجه فرامل بنت لذينه. تخيل دي بقى تدخل ايه في الجولف بتاعتي. والله العظيم تبقى سجاده جولف 4.